البنت اللي قدامكم دي اسمها فاطمة وماتت بأبشع جريمة، واللي قتلها ما كانش غريب، ده كان أقرب الناس ليها. سنة 2026 في محافظة بورسعيد، الناس كلها كانت بتتكلم عن جريمة واحدة بس، جريمة كانت كفيلة تقلب المحافظة بالكامل، لبنت صغيرة اسمها فاطمة عندها 16 سنة لسه في بداية حياتها، بس محدش كان متخيل اللي هيحصل لها بعد كده، إنها تموت بالطريقة البشعة دي. القصة تبدأ بالتحديد في شهر 11 2025 في محل عطارة، كان واقف هناك شاب اسمه محمود، وفي يوم عادي خالص كالعادة بيخش له زباين. وسط الناس دي كان في ست ومعاها بنتها، وبنتها دي تبقى فاطمة. ومن اللحظة ديت بدأت حكاية محدش كان متخيل نهايتها هتكون ايه. محمود أول ما شاف فاطمة أعجب بيها جدا، لأن فاطمة كان باين عليها إنها بنت محترمة وبنت ناس، لكن محمود قبل ما ياخد أي قرار قال لازم أسأل عليها الأول. وفعلا محمود سأل على فاطمة، وكل الكلام اللي اتقال على فاطمة إنها بنت محترمة وبنت ناس ومتربية، ولا ليها في المشاكل ولا ليها في أي حاجة. وعرف برضه إن فاطمة كانت مخطوبة قبل كده وفشكلت الخطوبة بتاعتها فجأة، وبعديها رفضت فكرة الجواز تماما، وده كان كفيل يخلي أي حد يتردد، لكن محمود قرر إن هو يكمل، وكلم أهلها وأخوها ووافقوا. لكن فاطمة في الأول كانت رافضة بشكل واضح، بعد الضغوطات من أهلها وافقت فعلا، بس قالت لازم أسأل عنه الأول. ولما سألت الردود كلها كانت إنه شاب كويس ومحترم وابن ناس، وبناء عن كلام الناس وافقت تديله فرصة. في بداية العلاقة ما بينهم كانت كل حاجة طبيعية جدا، لدرجة ما تخلتش تشك في حاجة. بس من أول زيارة فاطمة كانت حاسة بإحساس غريب جدا، إحساس إنها مش مرتاحة من غير سبب واضح. والشقة بتاعت محمود في بيت عيلة، وسط العيلة دي كان في بنتين، بنت اسمها دعاء مرات أخو محمود، والبنت التانية اسمها شهد بنت أخت محمود. وشهد تحديدا كان فيها حاجة غريبة جدا محدش كان فاهمها، كانت متعلقة بخالها بطريقة غير طبيعية، لدرجة إنها كانت بتغير من فاطمة بشكل واضح جدا ومحرج جدا. وفي يوم وهم قاعدين مع بعض الموضوع وصل إن شهد غلطت في فاطمة وغلطت في والدتها، وده كان أول إنذار حقيقي إن البنت دي أسلوبها مش كويس. بعد كده محمود حاول يهدي الموضوع وقال إنها طفلة ومش فاهمة حاجة. وفي الوقت دوت حصل مشكلة ما بين محمود وبين أخوه عماد بسبب الشقة، وإن عماد عاوز ياخد الشقة الكبيرة عشان هو متجوز وعنده عيال، والمفروض إن الشقة دي أصلا في البداية بتاعت محمود مش بتاعت عماد. ولما محمود عرض الفكرة على فاطمة رفضت الفكرة تماما، بس رد فعل دعاء كان صادم شوية، وقالت إنها لازم تاخد الشقة الكبيرة. وكان واضح جدا إن مشكلة دعاء ما كانتش مع الشقة، لكن كانت مع فاطمة نفسها. في شهر رمضان 2026 محمود عزم فاطمة ووالدتها على الفطار عندهم، ورغم إن كانت والدة فاطمة ما كانتش مرتاحة خالص وكان عندها إحساس إن في حاجة غلط، لكنهم راحوا من أول لحظة. نظرات كانت غريبة جدا. اليوم كان عادي خالص، فطروا مع بعض وبعد كده اتسحروا وبعد كده دخلوا ناموا. وبعديها تاني يوم الصبح شهد راحت صحت فاطمة وقالت لها تعالي معايا اوريك الارض الزراعية بتاعتنا. واللي محدش كان واخد باله منه ان دعاء نزلت بدري جدا مستعجلة بشكل غريب، وده كان تصرف عمره ما كان بيحصل منها. الوقت عدى وفاطمة ما رجعتش، ودوروا عليها في كل مكان لكن ما كانش ليها اي اثر. وبعد كده طلعوا يدوروا عليها في الشقة اللي في الدور التاني اللي المفروض كانت هتتجوز فيها. واول ما دخلوا الشقة المنظر كان مرعب بشكل غير طبيعي، يلاقوا فاطمة مرمية على الأرض وميتة، وعلامات الخنق كانت واضحة عليها جدا. الشرطة وصلت وبدأت التحقيق، والتوتر كان مالي المكان كله، وكل أفراد العيلة خرجوا إلا واحدة بس، دعاء هي بس اللي ما خرجتش زي الباقي. وفي التحقيقات في الأول كانت دايما بتحاول تهرب، وفجأة مع الضغط اعترفت بكل التفاصيل واعترفت بالجريمة الكاملة، وقالت إنها خدت فاطمة وطلعت بيها الشقة، وكان في ما بينهم كلام وتحول لخناقة. وفي اللحظة دي دقت فاطمة وقعتها على الأرض وخبطتها على راسها. دعاء بعد ما خبطت فاطمة على راسها موقفتش لحد هنا، لفت الطرحة بتاعتها على رقبة فاطمة وخنقتها لحد ما ماتت. وتقرير الطب الشرعي أكد إن سبب الوفاة كانت الخنق، وإن كان في مقاومة حصلت ما بين دعاء وفاطمة في الأول، وكل التفاصيل كانت مطابقة لنفس الاعترافات. والحلقة لحد هنا خلصت، لكن عايزك تكتب لي رأيك في التعليقات وتقول لي هل تصدق جريمة زي كده ممكن تحصل بسبب الشقة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.